المغاربة حاولوا الانتحار مرة أو عدة مرات حسب وزير الصحة. تحقيق النشرة محاولة منا لفهم هذا المعطى، متى يمكن أن تنقلب المعاناة النفسية الداخلية إلى عنف ذاتي ينهي الحياة. عبد الحميد مرابط، عبد العلي العميراش. الهدوء المعتاد بجماعة رواد القروية بنواحي الحسيمة ينكسر على صخرة الواقع الاجتماعي المؤلم لشباب القرية، حين استفاق السكان نهاية الشهر الماضي على خبر انتحار شاب في العشرينات من عمره ذات صباح باكر في أحد المساجد التي توجد قيد البناء. ضغوطات نفسية واجتماعية جعلته يضع حدا لحياته شنقا. كان يعاني من مشكل التفكك الأسري بعد طلاق الأب لوالدته، وكان يشكو أيضا من الفقر، حيث كان يتولى الإنفاق على أسرته التي تكتري دارا بالدوار. إكراهات اجتماعية جعلته يضع حدا لحياته. حسب روايات السكان فإن الشاب انتحر شنقا بواسطة حبل بلاستيكي داخل المسجد، إلى أن جاءت والدته إلى عين المكان لتجد ابنها وضع حدا لحياته. تزايد حالات الانتحار في المجتمع ليست حكرا على الحسيمة، فبلغة الأرقام فإن قرابة نصف المغاربة يعانون اضطرابات نفسية، و14% حاولوا الانتحار مرة أو عدة مرات. معطيات تدعو إلى التساؤل حول أسباب هذه الظاهرة المرضية التي استعر أوارها في الفترة الأخيرة. أولا، بعد الانتحار لا يقتصر على فئة عمرية معينة، وإنما هناك تفاوت بالنسبة لهذه النقطة هذه. هناك يعني شباب، كهول، نساء، شباب كلهم يعني أقدموا على الانتحار بإقليم الحسيمة وكذلك بمختلف مناطق المغرب. هناك أولا يعني الضغوطات النفسية، فغالبا المنتحرين يعانون ضغوطات نفسية وعقلية. ثم هناك أشخاص آخرون يعانون ضغوطات أو إكراهات اجتماعية هي مقرونة بالعوامل الاقتصادية ديال المنطقة. احنا نعرفوا الحسيمة أنه الحسيمة ما فيها لا معامل لا شركات لا يعني وفرص شغل منعدمة بتاتا في هذه المنطقة هذه. ثانيا كاين العوامل الاقتصادية وكاين الفقر ديال الأسر. كتلقى دار وحدة مثلا كيخدم عليهم راجل كيخدم على 7 ولا 8 ديال ولادو ولا هذه، وكاين اللي كيخدم على حتى الحفيد ديالو. هذا الشيء هذا كيأثر سلبا على يعني الحياة العادية ديال مجمل الشباب ديال المنطقة. الانتحار هو عنف ذاتي يعكس وجود معاناة نفسية داخلية للشخص المنتحر، وغالبا ما تقف عوامل الاكتئاب وانفصام الشخصية وراء الانتحار الذي يصنف ضمن الأمراض العصابية أو الذهانية. إلا أن هناك مرضى يهددون بالانتحار أو لهم أفكار أو محاولات انتحارية وهم أمراض عصابيون، وهنالك الذهانيون الذين يمتلكون قدرة كبيرة إلى تنفيذ الانتحار بشكل مفاجئ أو بشكل طارئ ومخطط له. أهمية العلاج لابد أن يكون هناك سرعة في التشخيص للمرض، ثم سرعة في بداية العلاج لكي نتفادى هذه الأعراض من بينها الانتحار. يمكن أن نتفادى ذلك. وحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول الانتحار والوقاية منه، فإن 1600 شخص انتحروا بالمغرب خلال عام 2012، يشكل الذكور 87% منهم. واقع يدق ناقوس الخطر ويستدعي وضع استراتيجية لتأمين العلاج لمن يعانون اضطرابات نفسية